أقدامها على طريق التنمية، وبنقول هذه الفترة محتاجين فيها سرعة في الأداء، محتاجين فيها عقول مصرية منتجة، عقول مصرية مبتكرة، علشان نقدر نغزو جزء كبير من الصحراء. زي ما حضراتكم عارفين احنا بنشغل مساحة ضيقة جدا من مساحة مصر اللي بتبلغ مليون كيلو متر مربع. احنا حوالي 7% من هذه القيمة او 5% زي ما بيقول البعض، لكن احنا محتاجين نتوسع قوي ونبقى في حالة من حالات التنمية. مخطط رئيس الجمهورية بيدعو دائما إلى التوسع في الأراضي الزراعية، وبيدعو دائما للتنمية المستدامة داخل مناطق صحراوية علشان نقدر نزيد من رقعة الأرض الزراعية. طبعا في استصلاح أراضي مختلفة وفي إعمار لهذه الأراضي بشكل سكني وأيضا بشكل تعميري يناسب احتياجات المواطن وأعدادنا اللي بتتزايد كل يوم بعد يوم. النهارده بنتكلم على إعمار الصحراء، وبنتكلم على أفكارنا المبتكرة، بنتكلم على رؤيتنا إزاي نقدر نساعد الحكومة، إزاي نقدر نقدم جديد، إزاي تكون أفكارنا وابتكاراتنا واختراعاتنا في اتجاه موازي مع إرادة الدولة وقدرتها على التنمية. يسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا اليوم الأستاذ محمد أبو الفتوح نعمة الله، استشاري اقتصادي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نور مرحبا. الله يخليك حضرتك. شكرا. دكتور محمد أبو الفتوح، اسمح لي يعني لو تحدثنا عن يعني الفترة الحالية في بداية للتنمية، في بداية إلى إعمار الصحراء، بنقول إن هناك رؤى عديدة، هناك اتجاهات مختلفة. عاوزين يعني تذكر لنا كده ببعض الآراء الواضحة حول كيفية غزو الصحراء، كيفية تقديم أو بداية مجتمعات عمرانية جديدة في الصحراء. هو حضرتك طبعا احنا عندنا في مصر زي ما هيرودوت قال مصر هبة النيل، فاحنا عندنا ليه كنا عايشين في 2.5% طول العقود اللي فاتت، النهارده بنتكلم عن 3.5 او ماكسيموم 5%. ليه سايبين 95% من مساحة مصر صحراء؟ هي الفكرة هي محدودية الموارد المائية، وده على مستوى العالم. يعني احنا عندنا على مستوى العالم في 3% مصادر مياه حلوة او عذبة، وفي 97% مياه بحار. طبعا المياه هي في حقيقتها ثروة، لأن احنا عندنا الزراعة مياه، حتى وسائل الوقود والطاقة النهارده ممكن بنزرعها حيويا. فأصبح المجتمعات الأغنى هي المجتمعات الأغنى مائيا، ده بيتم ترجمته في اللي هو الغنى المادي. تمام. احنا عندنا في مصر طبعا ليه إلى اليوم احنا عندنا 95% من مساحتنا أو أكثر صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. طبعا العلم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو خلق الارض وقدر فيها ارزاقها. في ربنا مقدر الارزاق، والارزاق وفي آية ثانية قدر فيها اقواتها. الاقوات موجودة والارزاق موجودة. الفكرة ان الانسان هو يعني احنا ما زلنا الى اليوم مع كل التطور العلمي اللي العالم بيشهده كأننا في مرحلة الالتقاط بتاعت الإنسان البدائي. احنا الثروات موجودة والموارد موجودة، وكل وظيفة الإنسان المعاصر إن هو ما زال يلتقط الموارد والثروات والإمكانات المتاحة ويحاول يستخدمها ويوظفها لحساب احتياجاته المختلفة. فإلى اليوم لحد النهاردة نلاقي إن احنا عندنا في مصر احنا عندنا حصتنا المائية محدودة من المياه. احنا ما عندناش مصادر مياه غير مية النيل وبعض مياه جوفية لا تتجاوز 2%، وخزانات جوفية محدودة ومتقدر ببعض الساعات بتاعتها. حتى الاكتشافات الجديدة برضو ما زالت احنا عايشين في محدودية. احنا طبعا دخلنا مرحلة الفقر المائي من سنوات، يعني لأن مرحلة الفقر المائي بيتكلموا على أن متوسط نصيب الفرد بيبقى في حدود 1000 لتر. احنا طبعا عندنا أقل من يعني ممكن 500-600 لتر في السنة النهاردة. فاحنا في مرحلة وطبعا على المستوى العام بيبقى في حدود 1000 متر مكعب. ده مستوى الفقر المائي اللي هي بيستخدمها في زراعة وشرب وصناعة باستخداماتها المختلفة. يعني احنا برضو أقل بكتير. هي مشكلة معنا، هي مشكلة المياه طبعا على المستوى العالمي. بالظبط. يعني نيجي نتكلم عن التكنولوجيات المتاحة في تحلية مياه البحر مثلا، نلاقي ان اقل التكلفة دي كانت في حدود ارخص تكلفة في العالم في مرحلة الثمانينات والتسعينات كانت المملكة العربية السعودية. كنا بنتكلم عن 1.2 دولار للمتر المكعب. حصلت وهي أثر على ناس حد المياه طبعا انها عندها
البترول متوافر، فالعملية بالنسبة لها مش هتبقى فيها مشكلة. بالظبط. لا وهي كمان كان عندها اكبر محطات تحلية في العالم. في تطور ده هيعمل وفرة في المياه هتدي بالناتج على الشكل المستدام، يعني بعد كام سنة هتبقى ده شيء بالنسبة لنا. فاحنا كنا بنتكلم على ان 1.2 دولار تكلفة المتر المكعب في الوقت ده. النهارده حصلت تكنولوجيا التناقح العكسي، التكلفة انخفضت. النهارده ممكن بيبقى بنتكلم على حوالي نص دولار او حوالي في 4-5 جنيه. النهارده في عندنا محطات في مصر شغاله ب 4-5 جنيه التكلفة بتاعت تكلفة انشاء او تكلفة تشغيل، الاثنين مع بعض التكلفة اللي يعني بنحملها المتر المكعب في حدود 4-5 جنيه. ده بشكل دائم؟ ده بشكل دائم على انه بياخد طاقة، بيحرق طاقة وجزء من الصيانة بتاعت الماكينات والإنشاء وتكلفة الإنشاء والتشغيل. ده على مستوى اللونج ولا بينقص تدريجيا مع العمر أو الفترة؟ طبيعي طبعا. يعني الطاقة بتاعت المحطة بتبتدي تقل تقليديا، يعني لحد ما يبتدي بقى يعمل المحطة بديلة طبعا خلال عمرها الافتراضي اللي لا يتعدى مثلا فبتنزل على أساس إن العمر الافتراضي ده قد إيه يبقى المتر. زي بالظبط لما نجيب فلتر للمياه ونقول مثلا عمره هيبقى موجود كام سنة يبقى أنا هستخدم كوباية المياه في حدود قرش سعر مثلا أو كذا من المال على عمره الافتراضي. بالظبط. فهو احنا عندنا أصبح دي التكلفة المتاحة النهارده. طبعا احنا عندنا الزراعة في مصر عندنا محدودية جدا. يعني احنا عندنا في مصر مثلا على سبيل المثال بتقدم أكثر من 15 مليون فدان المصريين طالبين استصلاح تملكهم واستصلاح، لكن هو مفيش موارد ميه. تمام. فهو ما عندوش مصدر ميه عشان يقدر يستصلح بيه، مصدر ميه دائم. فهي طبعا مشكله الميه دي ثغره رئيسيه. ففي مجموعه تكنولوجيات على مستوى العالم منها الزراعه بميه البحر. الحمد لله. وممكن الزراعه بدون تحليه بميه البحر. بدون تحليه بميه البحر. عندنا اصناف ممكن قوي نستخدمها زي اصناف خاصه بالارز مثلا. بالظبط. هي في نوعين من الاصناف. في اصناف مهجنه او مهندسه وراثيا زي الدكتور احمد مستجيب ما اشتغل على الرز واصبح طلع مجموعه انواع هجنوا على نبات الغاب. ده نبات صحراوي بيتحمل الملوحه، بيطلع حتى في ميه البحر يعني، فبيتحمل الملوحه. فهو هجنه على الرز والذره والقمح وطلع سلالات بتتحمل الري بميه البحر مباشره. الصين وغيرها اشتغلوا على نفس التقنيه وطلعوا برضو بعض انواع مهجنه. اسرائيل طلعت بعض انواع من الفاكهه برضو بمياه البحر على الصبار، مهجنين على الصبار وهكذا يعني. فالنهارده احنا عندنا مجموعه معاهد ابحاث على مستوى العالم. كل معهد ابحاث بيشتغل على صنفين 3 قدر ان هو يهجن او يطلع سلالات جديده تصلح. ده في شغل هندسه وراثيه تهجين. لكن انا ليا براءة اختراع مقدم حوالي 150 صنف سلالات نباتيه طبيعيه. ده طبعا هيبقى مهجن، لكن دي بتصلح للزراعه تماما على ميه البحر بجميع انواعها بقى. يعني تأكيد هذه السلالات يا دكتور محمد؟ لا، هي في سلالات موجوده مهجنه هنستخدمها عشان نعظم اثار. انت قدمت الرؤيه من خلال مشاريع على استخدام هذه الرؤيه تعتبر متكامله على اساس ان هي عمليه الزراعه ورفع الميه وتحليه ميه البحر، وفي نفس الوقت بنولد منها كهرباء، وفي نفس الوقت بنرفع ميه البحر بتكلفه شبه مجانيه، وبيبقى في ري تلقائي بدون استخدام طاقه. في نفس الوقت بنقدر ان احنا يعني بنزرع جميع انواع النوعيات الغذائيه المطلوبه. يعني عندنا محاصيل اعلاف في اكثر من سلاله واكثر من نوع، وبتدي انتاج عالي جدا، ونقدر نعمل عليها انتاج حيواني والبان وحيوان. في نفس الوقت عندنا نوعيات من الخضار والفاكهه موجوده. في نفس الوقت عندنا محاصيل زيتيه. احنا عندنا طبعا بنستورد 90% من احتياجاتنا من الزيوت. عندنا برضو نقدر نطلع اخشاب. احنا بنستورد 90% من احتياجاتنا من الاخشاب. نقدر نطلع منها يعني حبوب، في نوعيات من الحبوب وهكذا. كمان ممكن نزرع انواع من النباتات تستخدمها في الطاقه الوقود الحيوي ده ممكن قوي بدل الاجزاء الكبيره من الاراضي. بالظبط. ممكن نعمل غابات خشبيه ايضا. بالظبط. في برضه تطوير تاني بتكنولوجيا تانية برضه فيها سواء معدات او فيها تقنيات جديده برضه مقدمها، ان احنا بنبتدي نزرع بيها غابات ومراعي طبيعيه على ميه الامطار. ميه الامطار بالمعدلات اللي موجوده في مصر حاليا نفس المعدلات الساريه. نقدر نزرع من يعني في حدود 15 ل 20 مليون فدان على نفس المعدلات.
فهذه الأمطار مختصة بالجانب الساحلي اللي هي فيها نوع من المطر، لكن في الصحراء هي المناطق الساحلية في الجنوب نلاقي إن المطر عليها جدا. هنا بقى بينفع زراعة مية البحر، فهو في تكامل بحيث ان احنا نقدر نزرع 30 مليون فدان. النهارده في تطوير جديد برضو عامله، يمكن اتكلمت مع حضرتك عليه في حلقات سابقة، اللي هو ان هي وحدات رفع مية البحر، وفي نفس الوقت تحلية، وفي نفس الوقت توليد كهرباء، وفي نفس الوقت توليد غاز، بحيث ان احنا نقدر نعمل استخدام الطاقات البديلة بالظبط، الطاقات الطبيعية المتجددة. طاقة شبه مجانية. في نفس الوقت احنا بنستخدم ده في ان احنا بنرفع مية البحر ونروي بيها مساحات هائلة، يعني نقدر نروي بيها 1 و2 و3 مليون فدان بوحدة واحدة. تمام. فده طبعا بيخفض جدا في التكلفة. كان عندنا مشكلة قبل كده مثلا، هنعمل قنوات بمياه البحر ولا هنعمل في بدائل متعددة، في بدائل كتير. يعني احنا كان عندنا مشكلة قبل كده في مشروع منخفض القطارة، ان القوات المسلحة كانت شايفة ان ما ينفعش يبقى في منع مائي بيفصل الصحراء الغربية، لان ده هيعوق الدفاع عن منطقة الصحراء الغربية. النهارده ده له اكتر من حل، لان احنا طبعا عندنا نقدر نسحب الميه زي ما احنا عايزين بالتكنولوجيا الجديده، خصوصا ان التكلفه محدوده. في نفس الوقت تكلفه التحليه انخفضت جدا في التكنولوجيا اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده، بحيث ان احنا بنطلع ميه حلوه وبنرفع ميه البحر لمسافات بعيده وبضغط عالي. في نفس الوقت احنا ممكن يعني بناخد الميه سواء مواسير عن طريق مواسير مدفونه ونجمعها في بحيرات ونبتدي نرفعها ونشغلها لمسافات تانية ونبتدي نروي بيها، وفي نفس الوقت نقدر نعمل الري ده من أعلى. يعني بمعنى إيه؟ ممكن المواسير دي تترفع وفي نفس الوقت يبقى على ارتفاع معين بحيث يعدي عربيات وغيره لو محتاجين ده، وفي نفس الوقت بنروي بيها مساحات كبيرة، وفي نفس الوقت بقى هنا ضغط المية من فوق لتحت، فبيبتدي بينساب ذاتيا بشكل تلقائي، مش محتاجين إن احنا نرفع مية عشان عملية الري ده. زي مصر القديمة لما عمل نقول عليها هي الساقية مثلا او الشروق. لا ده بيرفع فيه المية مجرى العيون، يمكن نشوف مجرى العيون. طول مجرى العيون بالظبط ممكن يبقى فيه مواسير. ده واخد ميل، يعني هو واخد من على ارتفاع النيل، وكان بيتنقل منه المياه ويتساب فالمية تجري لوحدها زي القناة يعني مرتفعة بعمق متر او مترين تقريبا، تاخد الميه وتوصلها لغايه الاماكن التانية. بالظبط. دي ممكن ده شيء محدود برضه حضرتك، يعني هو حتى مكمل في البدايه، يعني احنا كمان هنبني مسافات بعيده قوي وناخد ميل، هناخد ميل لقد ايه عشان يدي. لا ومش محتاجين ميل. احنا قلت لحضرتك احنا بنرفع الميه بشكل تلقائي وبتكلفه شبه مجانيه. فانا عندي الميه اوريدي على الارتفاع اللي انا عايزه، اقدر انزلها على الارتفاع اللي انا عايزه واشتغل بيها بحيث يبقى الري من فوق. يعني احنا بنتكلم في ان هي في بعض المناطق ممكن مش عايزين حاجه لا فوق الارض ولا تحت الارض، يبقى هنا مواسير مدفونه في الارض، نجمع في بحيرات نبتدي نرفع ونشتغل زي ما احنا عايزين. مساحات ثانيه محتاجين زي ما انت ما كانش فيه مضخات او مواسير للرفع وكده، وكان عشان هو كان عايز يرفع الماء للقلعه برضه في نفس الوقت يعني، فكان عنده لان هي القلعه كانت تعتبر الحصن الرئيسي للدفاع عن القاهره وقتها، فهو كان عايز يوفر مصدر ميه للقلعه وللمناطق المحيطه بيها يعني. فطبعا كانت بعيده عن النيل، فطبعا لكن ما وصلش للقلعه. لا هي مجرى العيون المفروض يوصل للقلعه. بيبتدي حفر ابار من قلب القلعه يسحب بيها الميه من السور بتاع مجرى العيون. يعني يمكن السور غدت في اماكن. طبعا لا هو كمان عامل ابار، يعني كان وصل عمقها 300 متر او 400 متر، لكن عامل كبير وبيسحب منه بقى بالطرق التقليديه اللي هي الدلاء والدلو والحاجات دي، بحيث لكن هو كان ده تصور رئيسي له ان هو هيوفر ماء القلعه يوصلها. نيجي بقى لانواع الزراعات المختلفه، في حتى ترشيد استخدام المياه واستخدام وسائل الري الحديثه زي التنقيط والرش، ده ممكن كمان يعني يوفر لنا مياه كتيرة جدا. بالظبط. هو حضرتك برضه في تطوير انا عامله في الجزئيه ديت، نوعيات معينه من المحاصيل بتتحمل اعلى درجات الملوحه والجفاف وفقر التربه، بحيث ان احنا نقدر نزرع مليون فدان تقليديا بنزرعها في دوره واحده. ممكن على مستوى الري المعدل الري التمر او كده مش هيقل عن 10 مليار متر مكعب. احنا نقدر نزرعها وفي طبعا تصميمات معينه بتكنولوجيات معينه موجوده بحيث ان احنا نقدر نخلي المليون فدان نزرعهم
بماكسيموم 20 مليون متر مكعب. برضه في تكنولوجيا ثانيه مطورين بيها تحليه الميه وانتاج كهرباء وغيره، بحيث ان احنا بنقدر نخفض تكلفه تحليه الميه جدا من خلال وحدات عملاقه بتبقى ممكن بتنتج اكثر من 300,000 متر مكعب يوم. ف دي برضه لها جدوى اقتصاديه لو هنزرع. يعني احنا عندنا معدلات الامطار في مصر من 200 بعض المناطق 250 ل 260، في سيناء مثلا متوسط 265 في المتوسط السقوط السنوي للامطار. فاحنا عندنا النوعيات تصلح على من 30 مللي سواء كانت محاصيل رعويه او محاصيل حبوب او غيرها لحد 200 مللي بما فيها اشجار. في نوعيات من الاشجار والشويرات بتصلح. يعني انا كنت بتكلم مع مركز البحوث الزراعيه وكنت مقدم لهم ابحاث فنيه، فقالوا اوكي الكلام ده كويس جدا ويمشي مع المحاصيل الرعويه ومع محاصيل الاعلاف ومع محاصيل اللي هي الحبوب، لكن ما يمشيش للاشجار والشجيرات. فرديت عليهم قدمت لهم دراسه فنيه ثانيه فيها 30 نوع من الاشجار والشجيرات تصلح بعضها بيصلح الري على 30 ملي متر مكعب في السنه. يعني وفي بعض النوعيات دي موجوده فعلا في مصر بتنمو بشكل بري في سيناء وغيرها اسمها ده كان مقدس، لكن في نوعيات ثانيه ممكن زي ما قلت لحضرتك على 30 ملي في السنه. فاحنا نقدر نعمل عندنا لحد 15 ل 20 مليون فدان على ميه الامطار، نقدر ان احنا نزودها من مصادر ري مختلفه، نقدر ان احنا نعمل يعني نزود من خلال عمليات الاستمطار، وفي عمليات استمطار رخيصه. فاحنا قادرين باذن الله من خلال مجموعه تكنولوجيات معينه ان احنا نقدر نزرع في مصر في فتره لا تتجاوز 10 سنين ممكن نوصل ل 10 مليون ل 100 مليون فدان. ده اهميته هي اهميته ان احنا في عصر محمد علي مثلا، محمد علي حكم مصر كان عدد السكان حوالي 3 مليون، كان عندنا حوالي 6 مليون فدان. في نهايه فتره حكم محمد علي وصلنا ل 7 مليون فدان. النهارده احنا بنتكلم في بعد السد العالي وخزان اسوان، وخزان اسوان على فكره برضه اللي عمله محمد علي ومعظم القنوات اللي عاملها الاسماعيلي وغيره، لكن بعد ده كله وصلنا ل 7.5 مليون فدان 8 مليون فدان. بس ما تنساش ان الاراضي الزراعيه بتتاكل وبنزرع الارض الصحراويه هي اقل الصوره، وبنبني على الارض الزراعيه يعني بيوت وكده، ويمكن ده تحت العمران. هي دي المشكله اللي اتعدت اثرتها في الاول. احنا فعلا لحد النهارده عايشين على لا يتجاوز 2.5% في الدلتا، وبعض المساحات في سيناء وشرق العوينات وغيرها والواحات وكده. فازاي نقدر نوصل ل 2025؟ احنا مساحتنا مليون كيلو متر مكعب، يعني اكثر من 250 مليون فدان. ازاي نقدر ننتشر في مساحه الصحراوات دي كلها؟ طبعا الانسان مش هيقدر يروح مكان مهجور ما فيش فيه عمل، ما فيش فيه مستقبل، وده السبب الرئيسي. فهو بيخليه جنب الميه وجنب فرصه العمل بتاعته وجنب وهكذا. فتكدسنا واصبح النهارده مع التكنولوجيات الجديده نقدر ان هو يوفر له كل الخدمات بدون ما يبقى مرتبط بشبكات الخدمات والمرافق القديمه. في نفس الوقت يقدر عنده مصادر ميه سواء ميه بحر او حتى ميه البحر بنحليها، بحيث ان بنوفر له ميه وطاقه وغاز وكل حاجه وكهرباء في نفس الوقت عنده نوعيات كتيره جدا. الجديد برضو اللي موجود، احنا عندنا تطور في كل حاجه على مستوى العالم. فكنت برضو اتكلمت قبل كده عن احنا عندنا في محدوديه في زراعه ميه البحر مثلا. هو في منطقه عايز يزرع خضار، عايز يزرع كذا. في عندنا زراعه بدون تربه كمان، يعني استخدامات ميه الشرب طبعا دي استخداماتها هيزرع كل الاصناف اللي هو عايزها في الميه الحلوه بما لا يتجاوز 1% من الري بتاع الري. طب الزراعه بتربه ازاي ده بيحصل يا دكتور محمد؟ والله دي فيها تكنولوجيات كتيره، يعني ممكن من خلال دايره مغلقه. تربه بديله طبعا ولا تبقى تربه تماما ممكن، يعني ممكن مواسير معينه بدايره ري مغلقه تمام، تبقى على سطوح مثلا يبتدي يزرع فيها الخضار والفاكهه الانواع اللي هو عايز. زراعات منزليه في منطقه نائيه، ويبقى يزرع الاصناف اللي هو عايزها، ويعني هيبقى كان هو استخداماته المائيه المنزليه مش هتزيد كتير. الانتاجيه هو لو كل انسان يعني حضرتك فاكر يوفر بقى استهلاكاته كتير جدا. احنا كان الفلاح عندنا زمان كان منتج، كان بينتج كل حاجه، اكل وشرب وغيره وغيره وغيره، وبيقدم بيبيع. النهارده احنا اما نروح منطقه جديده
ويبتدي يزرع احتياجاته، هيبتدي احتياجات الخضار والفاكهه وغيره، عنده مزروعه بميه البحر والزيوت واللحوم وغيره، وعنده في نفس الوقت عايز نوعيات اللي هي التقليديه اللي احنا عارفينها عايز يزرعها عنده على الميه الحلوه وهو في اي منطقه. يبقى احنا شلنا تكلفه النقل، شلنا تكلفه كتيره جدا. استخدام الميه في الزراعات بدون تربه تمثل 1% من الري اللي هو في الاراضي الزراعيه. تمام. فدي تكنولوجيات كتيره جدا اصبح ان احنا نقدر من خلالها ننتشر ان شاء الله نوصل 50% على مساحه مصر. طبعا في انا كنت عامل مشروعات العبور الاقتصادي، وبحيث ان مصر عظمى 2020 يعني كمخطط مجموعه مشروعات، منها طبعا مشروعات قطارات فائقه السرعه وغيره. بنربط المشروعات دي كلها وبنربط الحاجات دي كلها بحيث ان هو يبقى يقدر يروح من اي يعني من القاهره من الاسكندريه لاسوان في حوالي 4-5 ساعات. نقدر ننقل نحل مشكله النقل مثلا. احنا عندنا النقل الرئيسي النهارده اصبح نقل سلع وخدمات كنقل تجاري وصل 500 مليون فدان او 500 مليون طن في السنه. السكه الحديد وصلت بسرعه بتشتغل كويس جدا في ده. بنمنع حوادث الطرق وكده، بنخلخل السكان ننقلهم في مناطق جديده عندهم كل المرافق والخدمات. اصبحت اعباء التنميه القديمه ان هو لازم يربط بشبكه المرافق والخدمات مش موجوده، اصبح الندره بتاعه الميه مش موجوده، حليناها باكثر من وسيله وهكذا. فهو ما عندناش مشكله النهارده باذن الله من خلال التقنيات الكتيره اللي موجوده ان احنا نقدر نخلخل السكان في مصر ونعيد انتشارهم على مستوى 25 30 50%. برضك بيحمل صعوبه كبيره جدا، خصوصا ان مفيش حد بيسيب مكان بيته وعمله الا اذا كان في احسن وفي مكان احسن. هو انا اتكلمت في بدايه كلامي مع سعادتك ان احنا نقدر نزرع 100 مليون فدان او اكتر. عندنا 250 مليون فدان. لو هنزرع 100 مليون فدان معناها ان احنا بنوفر 100 مليون فرصه عمل. تمام. طبعا ما بنتكلمش عن ان هو ده ممكن يحصل النهارده، لكن يعني النهارده الشباب يعني على الاقل الشباب لو الشاب هيروح يلاقي 5 هو ياخد كام دوره حتى مش خريج كليه زراعه، يمكن حافظين نحط كليه زراعه في الاعتبار في الاول. التكنولوجيات سهله وانا عندي لو ادينا دورات انه يقدر يزرع ازاي، احنا عاملين اتحاد بنيه تحتيه اماكن معينه يقدر يبقى متواجد. النقابه بنسميها النقابه العامه للتشغيل والتنميه، والحاجات دي كلها هيلاقوها على الموقع الالكتروني بتاعنا اللي هو التنميه.com. فهو النقابه ديت والاتحاد النقابي ده باذن الله برضه هيعلم التكنولوجيات دي، وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك احنا برضه مخطط لدوره قريب باذن الله صناع المليارات. يعني ازاي ان هو الانسان المبادر اللي يقدر ياخد افكار جديده يقدر يعمل مليارات، لان احنا عندنا تكنولوجيات جديده نقدر نعمر مساحات مهوله وتكلفه محدوده. مليارات يا فندم اراضي ولا مليارات؟ مليارات يقدر يحقق مليارات، يعني مليار جنيه مليار دولار بالعمل والانتاج. بالعمل والانتاج. فهو ليه يعني هيدور على ان هو يفضل موجود في شقه معينه في مكان معين، وفي نفس الوقت هو يقدر يحقق نفسه ويحقق كتير جدا ويخدم نفسه وبلده في مكان تاني ويحقق اللي ما يقدرش. وفي نفس الوقت النهارده وسائل الاتصال ووسائل النقل والانتقال والحاجات دي كلها ما بقتش مشكله. يعني النهارده سهل جدا الحاجات دي. اصلا المناطق النائيه عندنا في مصر مرتبطه بسكه حديد، مرتبطه بمطارات، مرتبطه بكذا. النهارده مرتبطه بطرق. بس انا عاوز اسال سؤال دكتور محمد، يعني هل شبابنا المصري عنده درجه من الوعي للبدايه في هذا العمل، خصوصا المشوار فيه متعب؟ مش بقول انه بعيد عن الاهل، ولكن هو بدايه نواه لمجتمع جديد. اكيد طبعا مش هيبقى الدنيا ورديه زي ما احنا متخيلين. والله موجود. بالعكس ده هيقابل مشكلات كتيره. هل الدوله هتستطيع ان تاخد بايد الشباب؟ هل الشباب عندها وعي للمثابره والاجتهاد؟ هل المردود بعد فتره زمنيه معينه على الشباب؟ الفكره ان احنا ما بنرميش الشاب في الصحراء زي ما كان بيحصل زمان ونقول له مطلوب منك نقيم موافقه ومطلوب. لا، النهارده حتى التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا الجديده ديت بتفيد في ايه؟ مثلا عامل تطوير لمنطقه بحيره ناصر نقدر ننزل عليها نص مليون فدان. التكنولوجيا الجديده نوفر نقلل البحر، لان احنا عندنا 2 مليار متر مكعب على الاقل بحر سنويا على منطقه البحيره. بنقلل البحر، بنستخدم محاصيل اقتصاديه. التكنولوجيات دي بنخلي الارض الزراعيه سواء كانت زراعه ميه بحر او زراعه بالاستصلاح اراضي بالمفاهيم التقليديه منتجه من اول سنه. الكلام ده كان ما بينفعش قبل 6-7 سنين ويبتدي يصرف مبالغ مهوله. تكلفه استصلاح الفدان كانت 100,000 جنيه تقريبا. احنا بنتكلم في عدد يعني تكلفه محدوده جدا لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات. استصلاح
المنتج من السنة الأولى من بداية الإنتاج أو التشغيل. علاقتنا بالسودان، علاقتنا بالدول الشقيقة في القارة الأفريقية، يمكن إن إحنا ممكن نزيد من مساحات ونأجر بعض الأراضي هناك في الزراعة، ونخلي دي تكنولوجيات جديدة، نخلي المياه دي اللي عندنا نتوسع فيها في مناطق أخرى، ونقلل من استخدامنا لموارد المياه من خلال زراعات هتجيلنا. في الحالة دي هيبقى معانا احنا كمان مياه أكتر نستزرع فيها أكتر. بالنسبة للدول المجاورة، احنا عندنا دول كتير جدا، يعني الصين راحت تزرع في السودان، عندنا دول عندها وفرة في كندا وهولندا، ودول عندها وفرة في المية وبتزرع في المناطق اللي هي برضه تعتبر اللي فيها مليان المية وفرة بالمية. دي علشان يوفر احتياجاته من المياه، في نفس الوقت بيبقى أرخص من تكلفة استيراد. زي أمريكا كده لما توفر البترول عندها ما تستخدموش وتفضل تستورد من الدول العربية لغاية ما الدول العربية تخلص اللي عندها، يبقى هو بعد كده يطلع بقى ايه الآبار بتاعته يبقى ما يستهلكهاش. وفي نفس الوقت هو دخل مثلا التكنولوجيا الجديدة اللي هي الطفلة الزيتية، ديت ملوثة جدا للبيئة أو كده، هو دخلها ودخل 10,000 بير في المناطق اللي هي عنده، في احتياجات كبيرة منها على مستوى العالم، هيسيب العالم ينتج بقى ويدخل في الإنتاج، وفي الهند داخلة والبرازيل والمكسيك وغيرها، واحنا عندنا على فكرة في مصر احتياجات مهولة برضه، ويسيب الدول ديت هي اللي تاخد التلوث، لكن هو خفض أسعار البترول، ياخد طاقة بأسعار محدودة جدا، والعالم هو اللي بياخد التلوث. وهو يعني فهو الفكر ده موجود طبعا. احنا محتاجين اكثر افكار، محتاجين الشباب يبقى اكثر ثقافة ودراية بانه مجتمعه محتاجه، محتاجين الشباب يشتغل ما يبقاش متكافئ. هو من احتكاكي سواء حتى في كتير جدا محققين نفسهم وموجودين خارج مصر وعندهم ثروات وعندهم استعداد ان هم يجوا ويبتدوا في مشروعات زي كده. يعني هو شايف ان ده بيحقق نفسه، في نفس الوقت فرص النمو بتاعته مهولة، لان هو بيبتدي على سكيل معين، التكنولوجيا والتقنيات الموجودة تقدر تخليه يوصل ل100 ضعف الحجم اللي ابتدى بيه خلال عدد محدود من السنين. يعني بس هو اللي قاعد في الخارج يعني يستثمر أموال، ويمكن من خلال الدولة في زراعة أراضي مصرية، الشباب يقوموا بهذه الزراعة، وبعد كده الراجل هيعود عليه إنتاج ويعود عن الشباب المصري ده. بعض المشروعات بتحقق ممكن 200 و300% سنويا، ودي برضه كلها مشروعات مشروعة وتجارات مشروعة، لا بنتكلم عن مخدرات ولا سلاح ولا. لا طبعا هو ما قدرش قوي يعني الدولة دي فئة الدول. دكتور محمد أبو فتوح نعمة الله، أنا بشكرك يا فندم على اللقاء، يمكن وقتنا نفد، ولكن دايما بنقول الأفكار البناءة المصري ما بتخلصش، لكن علينا ان احنا نستثمر ايد الشباب وسواعدهم. بشكرك يا فندم. شكرا. أعزائي الشباب في كل مكان طبعا بنشكركم، بنقول لكم ان ربنا معاكم ان شاء الله، مع الابتكارات والاختراعات الجديدة، مع الرؤى، مع ايدينا في ايدين الدولة، نحاول بقدر الامكان ان احنا نستثمر، نحاول بقدر الامكان ان احنا ننمي ونعمر الصحة بأي شكل من الأشكال، أكيد يكون ده لينا والأجيال اللي جاية. بنشكركم أعزائي المشاهدين، نتمنى لمصر الحبيبة كل خير وكل